قلت النهارده بقى ما اعمل فطار حلو كده اهوت، لان انا بصراحه كنت مبسوطه جدا النهارده، لان انا عملت الخلطه السحريه اللي بيقولوا عليها ديت، عملتها في قلب الحوض، ويعني كانت الحمد لله النتيجه فعلا. انا كنت مندهشه بجد، انا كنت مندهشه جدا. فعشان كده انا عملت فطار بقى مش عايزه اقول لكم واو، يعني 5 نجوم للي محتار في الفطار. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة يا رب العالمين. معاكم سومة في البيت البسيط. اتمنى تكملوا الفيديو للاخر، لانه في حاجات كتير جدا. وكمان هنعمل فطار حلو قوي للي بيبقى محتار مش عارف يعمل ايه. اول حاجه الخلطه دي انا كنت شفتها كتير جدا وقلت اما اجربها. الحوض زي ما انتم شايفين هو مغسول، بس تحس انه بردك يعني تحس انه مسود كده مجير. فانا جبت يعني بتاع كوبايه من الكربوناتو. كوبايه، او يعني تروحي للعطار وتقول له هات ب 3 جنيه كربوناتو. وتجيبي اي صابون سايل عندك، بس طبعا صابون سايل ما بقاش مضاف له اي ميه، اهو تقيل زي ما بتجيبيه من الراجل. وتبداي تحطي كميه على الكوبايه ديت اللي انا حطاها من الكربوناتو لحد ما تعملي عجينه. وطبعا يستحسن انك تلبسي كيس او جوانتي او اي حاجه في ايديكي، عشان برضك ما تاثرش على ايديكي الكربوناتو. وتبداي تدعكي الكربوناتو في قلب الصابون السائل لحد ما تعملي عجينه. وهبدا ان انا اخد بقى الخلطه دي، وابدا ان انا ادعك كويس جدا الحوض في كل مكان. طبعا هو ناشف الحوض ما فيهوش اي ميه. واهم حاجه بقى كمان تبداي ان انت تحطي في قعر الحوض وعلى المقابض. بيفرق كتير جدا في المقابض، فانت ركزي وحطي كمان على المقابض كلها زي ما انت ما شايفه كده. وادينا خلصنا الخلطه وفردناها على الحوض. هنسيبها حوالي ساعه كده تنشف، وبعدين نرجع نشوف عملنا ايه. تعالوا بقى معانا لما نشوف النتيجه سوا. الطبق دوت اللي كان فيه الخلطه انا حتى ما ركنتهوش، انا شطفته على طول. بس يعني شوفوا اللمعان. اللمعان فرق في الطبق بصراحه. بعد كده هتجيبي سلكه مواعين ناشفه، سلك مواعين ناشف، ونفرك الخلطه اللي احنا حطيناها دي. هنفرك بقى من على المقابض زي ما انتم شايفين كده، ومن على الحوض من الجوانب وكل حاجه. بصراحه الخلطه دي جميله جدا. فان شاء الله يعني هي رخيصه قوي مش مكلفه بصراحه، بس استنوا لما نشوف النتيجه سوا. اديني ببدا اشرط في الحوض، بس بصراحه يعني النتيجه باينه من بدايتها. ما شاء الله ما شاء الله، ما كلفتناش الخلطه دي حاجه خالص، يا دوبك شويه كربونات ب3 جنيه وشويه صابون سايل. يعني بسيط جدا. بس النتيجه استنوا بقى لما ننشف عشان اوريكم اللمعه اللي على اصولها. انا ما شفتش اللمعه دي قبل كده. واو، بصراحه ما شاء الله حاجه. يعني لا، حلوه حلوه بجد وابهرتني كتير جدا. اللمعان حلوه قوي. حتى المقابض يعني تحس انها نظيفه. ارضيه الحوض ما كانتش كده. بصوا المقابض تحس انها عامله زي المرايه، لسه جايباها جديد ومتركبه اهي. تحس انها مش مستعمله بصراحه. حتى اللي هي بردك بتاعه الفلتر حلوه قوي. بصوا الارضيه بتاعه الحوض كانت الاول تحس كده، لا دلوقتي حتى الصفايه فيها لمعه كده، تحس ان الحوض طلع جديد. الستانلس طلع جديد. انصحكم ان انتوا يعني تعملوا الخلطه دي، لان فعلا جميله جدا. وطبعا انا بقى نفسي اتفتحت بقى كده، الحوض ده فتح نفسي. فقلت اما اعمل فطار 5 نجوم. كان عندي باذنجانيه كده زي ما انتم ما شايفين، بدات اقطعها مكعبات صغيره. اهم حاجه تقطعيها مكعبات صغيره قوي، وتحطي عليها رشه ملح. وهقول لك احنا هنعمل ايه بالبتنجان المكعبات ده. بعد انا ما رشيت عليها رشه ملح ركنتها على جنب. هبدا ان انا اعمل الفول بتاعي، بس هعمله بتوم. الفول بالثوم ده بيبقى طعمه حلو جدا. هتبداي تحطي معلقتين زيت زي ما انت ما شايفه كده، ونص معلقه ثوم، او معلقه يعني مش مليانه قوي من المعلقه الكبيره ثوم. وتبداي تقلبيها كده في معلقتين الزيت زي ما انتم ما شايفين. انا حاطه على العين ده البتنجان انا حطيته يتقلي، وحاطه هنا بيض برضك يتسلق. طبعا النار دي عادي جدا احنا متعودين عليها، فما فيهاش مشكله يعني تطلع النار وشغالين. زي ما تقولي لما الثومه يا دوبك اخدت اللون الذهبي، ما تسيبهاش تحمر، لا تاخد اللون الذهبي تبداي تحطي الفول. بس انا طبعا نسيت يعني اوطي النار، فعشان كده النار طلعت. فانتي تهدي النار بس. واديني هديت النار بقى وسبت الفول يستوي. بعد كده انا هعمل التتبيله اللي انا هحطها على البتنجان، لان انا هعمل سلطه بتنجان. بدات ان انا احط حوالي 7 فصوص من الثوم،
وبدات احط معلقه ممسوحه من الملح، ونص معلقه من الكمون، اهم حاجه الكمون، ونص معلقه بردك من الكزبره الناشفه، ورشه صغيره من الفلفل الاسود. بس هي دي كل التوابل اللي انا بحطها، بصراحه بتبقى حلوه قوي في الخلطه دي. بعد كده انا جبت 3 قرون كده من الفلفل الحامي بردك قطعتهم، وادي كمان يعني حبيتين من الفلفل الرومي وبردك قطعتهم، بس طبعا نضفت القلب. يبقى انا هنا حاطه 6 فصوص او 7 فصوص من الثوم، حاطه 3 قرون من الحمر اللي هم الحاميين، وحطيت كمان حبيتين من الفلفل الرومي، وحاطه معلقه ممسوحه من الملح، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه من الكمون، ورشه من الفلفل الاسمر. وكمان جبت طماطميه كده وسط وقطعتها من النص وبشرتها ونزلتها في قلب الخلطه دي، وهنعمها بقى في قلب الكبه. الخلطه دي اعملوها تحفه قوي 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 لما تيجي تخليلي اي بتنجان، اي تخليل يعني، لان انا دلوقتي هعمل لك سلطه بتنجان او مخلل البتنجان. بصراحه احنا بنسيب الاكل كله وبناكل دي، بيبقى طعمها خرافه خرافه بجد. وانا بعمل بقى كده عايزه اقول لكم سريعا بجد. يعني انا قريت على النت امبارح ان طبعا زي ما انتم شايفين البتنجان انا طلعته، تطلعيه بامبا بالشكل ده، يعني ما تسيبوش لما يحمر قوي، يا دوبك ياخد اللون البامبي تروحي مطلعاه على طول. بس طبعا انت يستحسن تطلعيه على ورق مناديل. ريحه الخلطه تحفه تحفه بجد. طبعا هي كده ما خلصتش، انا لسه هضيف لها كمان اضافات. بس هي الحبه بتاعت الخلطه الكبه خلاص كده، انا مش هضرب تاني في الكبه، بس انا هحط اضافات بقى دلوقتي تاني بردك عشان تخلي الخلطه بتاعتي تحفه. طبعا انا حطيت معلقه ميه عشان استفاد بكل حاجه في قلب الكبه بتاعتي. دلوقتي انا هنزل ب4 معالق كبار همت من الزيت، بس يا ريت يكون زيت ذره او زيت نضيف عشان يبقى الطعم حلو، ومعلقتين كبار هم من الخل، وطبعا ما ننساش الليمون حبيب المخلل. هبدا اقطع كده 3 ليمونات وعين البذر بتاعهم، وابدا اصفيهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يبقى انا حطيت 4 معالق كبار من الزيت الذره، وحطيت معلقتين كبار من الخل، وبعصر 3 ليمونات. الخلطه دي بصراحه جباره جباره، اعمليها يعني مش عايزه اقول لك حلوه وقلب المطبخ. بصي تقلبي بقى جامد وتدخلي كله ده في قلب بعضه، تحفه تحفه بجد. ويبقى كده انا معايا التخليل اللي انا هخلل بيه البتنجان بتاعي، على اساس ان يبقى انا معايا دلوقتي سلطه البتنجان بتاعي او البتنجان المخلل بتاعي اللي انتوا شايفينه بالطريقه دي. هتبداي تاخدي بقى المكعبات اللي احنا كنا عاملينها بامبا يا ست الكل، وتبداي ان انت بصي تكون مكعبات صغيره بالشكل ده، ما تخليهاش كبيره، وهنبدا ان احنا نفضيها في اي طبق تاني. انا عايزه اقول لكم بقى بصراحه، امبارح قريت على النت ان في واحد انتحر لانه يعني مراته للاسف او طليقته منعاه ان هي كانت تشوف بنته، فعشان كده ابسط حاجه عملها من قهرته ومن تعبه بصراحه انتحر. فانا مش عارفه ليه الستات اللي هي بتطلق بتعمل كده. يعني انت خلاص اتطلقتوا، مفيش اي مشكله بينكم خلاص، ليه بتحرميه من العيال؟ انا عايزه افهم ليه. يعني انا عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات ليه والله، لان ناس كتير قوي بتشتكي تقول لك انا اتطلقت خلاص، تروح طليقتي بقى مسكاني من ان ما تورينيش العيال. طب ليه؟ طب ما انت كده بتاثري نفسيا على ابنك وعلى بنتك. يعني هو لما يبقى مع زميله في المدرسه، هو يقول له بابي جاب لي، بابا جاب لي، بابا وداني، طب وهو فين بابا؟ ما انت منعاه. فارحموا من في السماء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وطبعا انا بقيت الصلصه انا حطيت شويه طبعا على البتنجان، بس طبعا اللي فاض انا ما برموهوش، بحطه في برطمان واشيله في الفريزر وقت مره تانية بقى بيسهل عليا. وادي الفول بتاعي يا دوبك حطيت عليه رشه هي من الكمون، رشه من الكزبره، وبردك رشه بسيطه احطها من الفلفل الاسمر، وطبعا ما ننساش تحقيقه الملح. وهنقلب بقى الفول بتاعنا ونهرسه كويس جدا. الفول ابو توم ده بيبقى حلو قوي وبيبقى فيه طعمه يعني مميز كده، بيبقى جميل. وتاخدي طماطميه كده وتقطعيها مكعبات صغيره بردك، بيدي طعم حلو بردك وبيزود يعني طعامه الطبق. بعد كده انا معايا هنا حته جبنه، فانا بعمل سلطه الجبنه دي بتبقى حلوه قوي. بتقطعي طماطميه صغيره عليها، بتاخدي بردك واحده من الفلفل الرومي، تقطعيه بردك مكعبات صغيره، وبعد كده بتنزلي يا دوبك بصي بمعلقه زيت اهو،
بمعلقه زيت مش اكتر من كده. وكمان عشان يعني الجبنه تتهرس معايا وتبقى حلوه، بنزل يا دوبك بصي بمعلقتين حليب او لبن، يعني ده لبن مغلي انا غلياه. فيا دوبك بصي باخد معلقتين، ما تزوديش عن معلقتين، لان انا مش عايزاها تبقى ميه زيطه كده، لا. انا عايزه يا دوبك بس ميه تخلي الجبنه بتاعتي تتهرس. وكمان بتدي طعم حلو. يعني يا دوبك في الاخر تقلبي بقى، تهرسي بالشوكه كده وتقلبي ده كله. طعم الجبنه ده بصراحه مختلف، حلو قوي عن ما تاكلي كده جبنه ساده، لا. عشان كده انا بقول لكم النهارده انا بعمل فطار 5 نجوم، بجد انا بعمله بمزاج قوي لان انا انبسطت من شكل الحوض. شكل الحوض طلع جديد بلنج بصراحه. فزي ما انتم شايفين اديني خلصت بس انا بحط بقى شويه زيت في الاخر كده على وش الفول، زي ما انتم شايفين بالشكل دوت بقى عشان يطعموا ويديله شكل حلو. وادي الفطار بتاعنا خلص، البيض والجبنه والفول. اتفضلوا معانا الفطار بتاعنا. يا رب يكون الفطار وفكره الفطار بتاعت النهارده عجبتكم، لان كتير قوي بيبقى محتار. اتمنى ما تنسوش بالشير والاشتراك واللايك، والسلام عليكم.